لا اسحبوا خلاص. باقي قناه يا ابو محمد. تسلم عليك العافيه ما قصرت. بسألك سؤال، أنت عمرك 13 سنة صح؟ ليش ما جيت الحين. شو مسكوك؟ عند العقار. اي جيت ارجوني. طيب جاي مع مين؟ جاي مع اخوي. خويك وين طيب؟ هنا. خويك مسؤول؟ ايه. إذا أيها الإخوة أيها المتعبين هذه نهايتها. العربة محمولة إلى الحجز والأيدي يعني مكبلة على ظهر يعني على الظهر، والصغار السن مرعوبون، ويعني هرب عنهم من كانوا يحملونهم إلى هذه الميادين. يعني وجوه تتوارى حقيقة عن الكاميرا خجلا وخوفا يعني نحن نتمنى هذا الخجل وهذا الخوف وهذه المشاعر أن تمنعهم لا يذهبوا إلى هذه الأماكن يا أخي، وأن يقصروا هذه الامتدادات السيئة. أستدرك قدم طارق معي الدكتور سامي الحمود حقيقة، والدكتور سامي يعني باحث في قضايا الشباب والذين الآن معهم كبار السن، والكلام الذي ذكرته أنت تأكد الآن الأخوان جابوا في التقرير هذا عمره 9 سنوات أو في حدود هذا صحيح. يعني حقيقة في النهاية يبكي يعني لأن اللي معه كان هرب وترك يعني. فمعي دكتور سامي. دكتور سامي مساء الخير. دكتور سامي السلام عليكم. دكتور سامي يبدو أنه ليس معنا على الخط الآن. إذن مقدم طارق، يعني هذه الكلام الذي ذكرته نتأكد حقيقة في هذا التقرير، ووصلنا في الأخير إلى يعني مشاهد مؤلمة حقيقة، وكان بعضهم لاحظ أنه كبار حقيقة في المباحثين صحيح. وهلا يعني لباسهم أيضا وهندامهم بشمغ وعقل ولباس يعني زي يعني يدل على الوعي، لكن يعني كيف يندفع هؤلاء إلى هذه الأماكن وهم في هذه الأعمار؟ وأنت ذكرت أن فيه نسبة عالية منهم من الموظفين يعني هؤلاء ممكن يعولوا أسر، ممكن بعضهم يعني عنده مولود يعني. الشخص المثالي بالعمر هذا متزوج وعنده طفل أو طفلين. أتكلم مثلا عن جت لقطة على سيارة هايلوكس على الجنط. اي نعم. هذا اللي يسمى، اللي بعض الناس ما يعرف درباوي. هذا هو الشخص درباوي، هذا يسمى درباوي. طبعا الدرباوي ما يفحط على سرعة عالية مثل المتهورين يفحط إلى آخره، لا، هذا يركب كفرات نص عمر ويبدأ في التخميس والتفحيط عليها بسرعة ما تتجاوز 120 حتى تنفجر الكفرات. طبعا يعبيها تقريبا زي الهالوكس هذه، يعبي كفراتها تتكلم إلى 85. هذا طبعا الشخص هذا صاحب السيارة هذه، هذا الشخص موظف وظيفة محترمة، راتبه يكفيه ويعوله هو زوجته و3 أطفال 4 أطفال إذا كان عنده أطفال. مع ذلك اضطر أنه يسلك السلوك هذا. لما تسأله ما عنده جواب، علما أنه بعد ما فجر الكفر كان يتابع الدوريات، كان يمشي على الجنط بالشكل هذا، وتشوف الشارع كيف يطلع، يمشي بسرعة 100 حتى تم استيقافه بالقوة. سأرجع لهذه النقطة، نقطة الدرباوي، بس معي دكتور سامي لا ناخذ. دكتور سامي مساء الخير. مساء النور، حياك الله. الله يبارك دكتور. مبارك في ضيفك الكريم، مشاهدي ومشاهدات. حيا دكتور. في تقريرنا قبل قليل الاخوان يعني صوروا لنا من يعني مشاهد الحملة الأمنية التي نفذت مساء أمس، ويعني لفت الانتباه حقيقة صغر السن، يعني حضورهم موجود في السيارات حتى المفحطة في الوسط. يعني هنا كيف يمكن فعلا أن نعالج هذه المشكلة يعني؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أولا سأبدأ من المشهد الذي يقطع القلب. هذا الطفل أو أكثر من طفل رأيتهم في التقرير الذي عد الإخوة بارك الله فيهم خلال ما يعني تم الحملة الأمنية. هذه المشاهد ينبغي أن تحرك فينا الكثير تجاه هذه الظاهرة، وأن نعلم أن هذه الظاهرة ليست مجرد مخالفة مرورية بالسيارة وإساءة استخدام للسيارة، بقدر ما هي
يعني مشهد من مشاهد نزيف الشوارع وذهاب الأرواح وفساد الأحداث، وفي أمور يعني يخفيها هذا المشهد، مشهد الحدث أو الحدثين اللذين رأيناهم في التقرير، أمور لا أريد أتحدث عنها بأمور أخلاقية وأمور سيئة يستدرج لها الغلمان وغير ذلك من الأشياء السيئة التي تتعلق بهذه الظاهرة. نحن نتحدث عن انفلات تربوي وأسري قبل أن نتحدث عن انفلات أمني في الشوارع. نحن يعني نشكر المرور والإخوان بالمرور والجهات المشاركتهم في هذه الحملة التي نطمح في استمرار أو أيضا تكثيفها وعدم انقطاعها، لكن أيضا نطالب أيضا الآباء ما دمنا نتحدث عن الأحداث ووجود بعض صغار السن، يا إخوة هذا الشاب أو الحدث الصغير من 12 سنة إلى 17 سنة ما الذي يخرج لهذه الساحات، ساحات الموت، وفي تجمع شبابي مشبوه مليء بالأخلاقيات السيئة، بتعاطي المخدرات، بالانفلات وتعرض الحياة التي هي أغلى ما في الوطن وما في المجتمع، الأرواح الغالية تزهق. يعني ينبغي أن يكون للأسرة والمربون والآباء والأمهات أيضا في البيوت نوع من المتابعة. ينبغي أن يكون عندنا أيضا يا أخي الكريم يعني حذر من هؤلاء السيئين الذين يستدرجون الشباب الصغار، والذي يعني نرى الآن في تقريركم يعني شيء والله يدمي القلب أن نرى صغار السن في مثل هذه المواقف. أنا أطالب الآباء والأمهات أن ينظروا لهذا الأمر بعين الاهتمام. الجهات الأمنية تحركت الآن وهناك حملات موفقة ومباركة، وأيضا هذا لا يكفي، أقولها بملء في، وأنا أتحدث عن ظاهرة أنا مهتم فيها من سنوات طويلة جدا. هذه الحملات هي تحرك إيجابي في المجتمع في بلادنا المباركة، وطالما أنها لا تقترن بعقوبات صارمة تجاه هذه الظاهرة فنحن لا يكفي هذا الجهد الكبير الذي بذله رجال الأمن والحملات المباركة. ينبغي للمشرع في البلد أن ينظر بهذه الظاهرة بتشريع جديد، بتجريم، بتغليظ العقوبات، حتى نوقف هذا النزيف في شوارعنا، نزيف الأرواح الغالية في الوطن. نعم دكتور سامي، أنا أعتذر لضيق الوقت والله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الثرية. الله يبارك فيكم وشكر الله لكم ولكل الأخوة القائمين على هذه الحملات، وصلى الله يبارك فيكم، يحفظ هذه البلاد وشبابنا ويردهم إلى أفضل الجميع. شكرا جزيلا لك دكتور سامي الحمود، باحث في قضايا الشباب، شكرا جزيلا لك. الوقت حقيقة بقي معي دقيقتان تقريبا. ذكر الدكتور قال قضية موضوع العقوبات لابد أن تكون يعني، وهذه يتفق مع المتصل قبل قليل اللي تمنى أنه تشدد العقوبات لعلها تردى يعني. ما في شك. أول شيء يشكر الدكتور سامي الحمود، وحقيقي شخص معروف عندنا، إنسان خبير بالأمور هذه، يعطيه العافية وجزاه الله خير. صحيح. بالنسبة أنا ما راح أزيد على كلام الدكتور سامي فيما يخص متابعة ولي الأمر. بالنسبة فعلا هو سأل سؤال مهم، الحدث صحيح. إيش جابه بالموقع هذا؟ السؤال الجواب متروك لولي الأمر، ما يقدر يجاوب عليه أساسا. لما يجيك ما يعطيك عذر ليش ولد جاي، يقول يا أخي اسجنوا شهر شهرين ما همني أنا، بس أمه بالبيت فيها سكر فيها القلب. جهات الأمنية ايش دخل في الموضوع هذا؟ ليش تدخل الأمور الاجتماعية في مخالفة النظام؟ بالنسبة للموضوع الآخر والأهم، وأنا أحب أبلغ ويعني بالنسبة لجميع المتابعين اللي يسأل عن العقوبات، هناك لجنة الآن مشكلة بأمر من مقام وزارة الداخلية حول تجريم مخالفة التفحيط. الآن بالنظام التفحيط تعتبر مخالفة مرئية. الآن هناك لجنة وإن شاء الله عما قريب انتهت مرئياتها ورفعت إلى المقام السامي إلى تجريم مخالفة التفحيط، تجرم، تعتبر جناية وليست مخالفة، ويكون عليها ما عليها مثل المخالفات الجنائية والجنايات الموجودة في نظام الجزاءات والإجراءات الجزائية بالنسبة لنظام الدولة. وإحنا نتمنى في الواقع يعني لهذه الحملة النجاح، ونتمنى حقيقة أن تستمر وأن تكون ثمرها بحجم هذا الجهد، ونتمنى أن تختفي هذه الظاهرة. وأيضا في الوقت نفسه نشكرك يا مقدم طارق بن حمود الربيعان، رئيس قسم البحث والتحري بمرورات. شكرا جزيلا لك. الله يحييك يا أخوي يزيد، والشكر موصول لكم القائمين على القناة. واسمح لي بس أوجه كلمة صغيرة لولي الأمر، كلمة هذه ولي الأمر فقط رجاء، يعني كل ولي أمر انتبه، بتكلم فيها بصيغة عامية. نعم. كل ولي أمر انتبه ولده وين يروح وين يجي، مكالمة التلفون وينك فيه ولدي ترى ما تكفي الآن.
ما في تراضى، ما في ولد ترى يستاذن من ابوه اذا فحط ولا يروح يتفرج تفحيط او يخالف مخالفه اي مخالفه، يستاذن من ابوه يقول له ابا عندك بروح اسوي كذا. صحيح. ويبتعدوا عن لغه العاطفه بالامور هذه. صحيح. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم انتم ايها الاخوه المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم. تحيه لكم من الزملاء سلطان البقمي من المونتاج وزميل عبد المجيد المطيري من قسم التصوير ايضا.